رضوى انا بحبك قوي، انا كمان بحبك قوي. انا كنت مخطوبه لواحد، انا محجبه ولبسي محتشم وما عنديش صحاب ولاد. محجبه، لبسي محتشم او معتدل، وما عنديش صحاب ولاد. وهو كان عارفني كده من الاول. اول لما خطبني ابتدى يغلس عليا ويتخانق معايا عشان لبسي يا رضوى المحتشم او المعتدل، وعلشان صحباتي البنات، علشان انا بحبه فظبطت من لبسي اكتر من كده. وده مش عيب بصراحه، كل ما تحتشمي او يعني تستري نفسك دي حاجه كويسه. وابتديت اقطع مع صحباتي البنات اللي انا بحبهم وهم عشره عمري. المهم قبل كتب الكتاب حصلت مشكله كبيرة جدا على الشغل، وقال لي هنسيب بعض، يا أنا يا الشغل. فرديت عليه قلت له لأ، الشغل يا رضوى. المهم لما هو الموضوع وكتبنا فعلا الكتاب، ومن يوم ما كتبنا الكتاب لحد دلوقتي هو بيقول لي يا أنا بقى والجوازة يا الشغل. مش عارفة أكمل، مش عارفة أعمل إيه دلوقتي يا رضوى. لكل بنت بتتفرج عليا دلوقتي دخلت في علاقة مع شاب من أجل الجواز، عرفها زي ما هي، وبعدين قرر إنه يعملها معاملة القميص، يقيف القميص زي ما هو عايز، يجيب الزرار اللي هنا يحطه هنا، ويجيب الزرار اللي هنا يحطه هنا، ويظبط القميص زي ما هو عايز. ليه انت بتقبلي على نفسك ان انت يا حبيبتي تتعاملي معاملة القميص؟ هو لما حبك مش حبك بشكلك ولبسك وطريقتك وهزارك واسلوبك وجمالك وحلاوتك وشغلك وكاريرك وكل حاجة وطريقة تفكيرك. بعد ما بيحصل ارتباط والراجل بيبقى متأكد انه البنت اللي قدامه او الست بتحبه، يبتدي يعمل عليها تعليقات، انا مش عاجبني 1 2 3 4. ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي انت بتعملها معاملة القميص؟ هي مش قميص انت هتلبسه بتقيفه على مزاجك، وانت ليه بتقبلي على نفسك ده؟ ما هو لو ابتدى يعدل فيكي واحدة ورا واحدة يبقى هو ما حبكيش اساسا. هو شافك باكج، شافك شخص ينفع يكون زوجة، وبعدين يكملها بقى زي ما هو عايز، زي بيحركك كده زي قطعة الشطرنج. لا، الحب والحياة مشاركة. انت عاجبني زيك زي ما انت كده، وانا عاجباك زي ما انا كده، بعينيا الخضراء بشعري البرتقاني بنفس جسمي. انت هتبتدي تعدل فيا، انت ما تلزمنيش. يلا اتكل على الله، روح خد واحده بمواصفاتك دي. انا لما احب اتغير لي، اطورني، اقول انه انا بحب الشخص اللي قدامي، انا من جوايا هو ما بيحبش فيا 1 2 3، فانا هبتدي اشتغل على نفسي. لكن هو يقعد يحط رجل على رجلي ويتشرط. ليه يا حبيبي؟ ليه بابا؟ انت اللي خلقك ما خلقش غيرك؟ هتقعد تقولي النهارده خسي وتخني، ارفعي وتولي، اقصري وتدحرجي؟ لا بابا انا مش قميص. لا طبعا ما تكمليش، لسه كاتبه الكتاب يعني خطوبه على البر.